وأخيرا اجتمع ديتوكس مع كبسولات مايليزا. في هذا الفيديو رح أحكي لكم شو هو الفرق بين الديتوكس والكبسولات. رح أحكي لكم مفصلا عن منتجات مايليزا للتنحيف، فإذا عندكم أي سؤال بيدور بعقلكم ضروري تتابعوا هذا الفيديو للنهاية. برحب فيكم من جديد. منتجات مايليزا من الأقوى وأسرع وأفضل منتجات للتنحيف، سعرها مناسب، دائما الدفع بيكون قدام الباب والسعر ثابت. في عنا عدة منتجات ورح أحكي لكم شوي عنهم، ورح نركز على هدول يلي قدامنا ديتوكس وكبسولات. هي أول شيء منتجاتنا عشبية، وفي عدة منتجات، في عنا قهوة، في عنا شاي، في عنا ديتوكس مثل ما شايفين، وفي عنا كبسولات. طيب شو الفرق بينهم؟ رح أحكي لكم عنها كمان. حابة أحكي لكم شوي عن الشركة، إنه الشركة صار لها أكثر من سنين، ومنتجاتها كتير مطلوبة وسهلة كتير. يعني مثلا إذا ما بتحبوا الحب في عنا قهوة، إذا ما بتحبوا القهوة في عنا شاي. يعني في عنا شيء إلا ما يناسبك. ما تقولي مثلا أنا ما بحب شاي، في عنا قهوة. إذا ما بتحبي القهوة في عنا كبسولات، وفي عنا ديتوكس كمان رح أشرح لكم عنها اليوم. ف الشيء الحلو فيه إنه الدفع بيكون قدام الباب، يعني ما في داعي إنه تدفعي وبعدين تخافي إنه يا ترى رح توصل أو ما توصل. لا، بتستلميها وبتدفعي حقك قدام الباب بعد ما طلبتيها مني. مثلا أنا مستشارة بالشركة، وفيكن حتى تطلبوا مني، وباخد عنوانكم واسمكم ورقم هاتفكم، وببعث لكم خلال كم أيام توصل لتم بابك وبتاخديها. بينما إذا كنتوا برات تركيا فبيكون السعر مختلف، وبتاخد شغلة كم يوم لحتى توصل. يعني عنا شحن لكل بلدان العالم الأوروبية والعربية. ما في حدا ما استفاد منها. طبعا لازم يكون عمرنا فوق 18 سنة، ما في حمل. البيبي عمره، إذا عم ترضعي بيبي عمره 6 أشهر، ما في أمراض، ما في مع تسرع بالقلب. يعني في عنا تست أسئلة بنسألكم، وإذا وافقتكم بعدين بنشحن لكم إياها. يعني ما بنشحنها فورا هيك، لا، في عدة أسئلة روتينية، وبعدين إذا صحتك بتناسب إنه نبعث لك إياها أو لا. فبعد ما كان الأمور تمام وبتجي لتم بابك بتاخديها بتدفعي مصرياتك. كيف بدنا ناخدها؟ منتجاتنا كلها الصبح على الريق قبل الفطور بنص ساعة بناخدها. أسهل شيء الكبسولات. ليش؟ لأنه يعني ما بتاخد وقت، بتشربيها وخلاص. مثلا هاي العلبة فيها علبتين، كل علبة فيها 30 حبة، وهذا الباكيت كمان فيه 30 ظرف. يعني كل علبة فيها 30 بتكفينا شهر كامل بتكفينا. شو الفرق بينهم؟ ما في فرق. الفرق انه انت شو بترغبي للكبسولات، بترغبي للقهوة، للشاي. اما ديتوكس، شو هو الديتوكس؟ شي تاني. ديتوكس اذا يعني جربتي كبسولات والقهوة وهدول ما استفدتي شيء، يعني نادرا يصير هالشي، بس احيانا الاجسام تختلف. في اجسام بتكون سريعة الحرق، في اجسام بتكون بطيئة، في اجسام صعبة كتير. فديتوكس هي للاجسام الصعبة، لكسر ثبات الجسم. هو مشروب على توت البري، فيها 30 ظرف. كل صبح بنفتح ظرف بنضيفه كاسة من الماء المغلي، نخليها 5 دقايق وبنشربها. والشاي هيك، والقهوة كمان هيك. القهوة مثل نسكافيه يعني، والكبسولات عبارة عن حبوب نشربها وخلص. هاي هي كل شيء. بعد نص ساعة بنفطر فطورنا عادي. شو وظيفتها؟ انه بتخلي تسد الشهية، بتصيري تكرهي الاكل، ما بدك تاكلي، بس انت هون بدك تجبري حالك على الاكل، تاكلي اكلات تعطيكي الطاقة مشان تقدري تستمري باليوم. او اذا ما اكلتي هون رح تضري حالك، لازم تاكلي، تجبري حالك على الاكل. وخلي يكون اخر وجبة تكون الساعة 6، وبعد الساعة 6 يعني خففي. هلا فيكي تخسري 5 كيلو، فيكي تخسري
10 و12 و13. هالشي بيعتمد عليكي، إذا أنت إرادتك قوية وعندك مثلا تمنعي حالك من الكولا، من الأكلات يلي بتزيد من الوزن، حلويات، أكلات سريعة، هدول إذا خففتي أو وقفتي رح يكون كتير كويس. بينما إذا ضليتي مستمرة على تناولها كمان رح تخسري، بس يمكن تخسري 5 4 6. في ناس مثلا قالوا لي إن إحنا عم ناكل كل شيء وخسرت 5 كيلو بالشهر. في ناس عم يقولوا لا، عملنا شوي من الحمية خسرنا أكتر. وحتى لو تعملي باليوم نص ساعة أو ساعة رياضة، هون رح تخسري أكتر وأكتر. هون عم تساعدي حالك. هالشي بيعتمد عليكي. إذا أنت عندك وزن زائد، فهون لازم تتحركي شوي، تمنعي حالك من الأكلات يلي بتسبب الوزن، وكمان تعملي شوي تمارين، بس هدول مجبري. بس لو تعملي رح تخسري أكتر مشان تستفيدي أكتر. طيب أول شهر أخذتي أي نوع من بدنا نقول كبسولات، خسرتي 7 كيلو. طيب أوقف؟ طبعا ما توقفي، بدك تاخدي حسب طبعا وزنك. أنت مثلا بدك تخسري 10 كيلو، بدك تخسري 20، بدك. طيب هلا أنت كان وزنك 80 وصلتي لوزن المثالي، وصلتي بدنا نقول 65 وزنك المثالي حسب طولك. هون شو فورا اوقفها؟ طبعا لا، هون لازم تاخدي علبه لتثبيت الوزن. شو هي تثبيت الوزن؟ كمان رح احكي لكم عنها. هو عباره عن علبه بدك تاخديها. ما بصير هلا بعد ما تعودتي على شيء معين، بدنا نقول قهوه او شاي او كبسولات، وفجاه توقفيها، ابدا ما رح تستفيدي شيء. يمكن ترجعي مثل الاول، بس هون لحتى جسمك شوي شوي معدتك تتقلص وما يعني ما تتفاجئ، ما تتخربط عندك كل شيء، لازم تاخدي حبة علبة لثبات الوزن. هاي شلون بدك تاخديها؟ بدك تاخديها على مدار حوالي 4 أشهر. يعني أول شيء كنتي تاخدي كل يوم حبة، هون بدك تاخدي يوم يوم لا، أول أسبوع، تاني أسبوع بالأسبوع تاخدي حبتين، وثالث أسبوع بالأسبوع تاخدي حبة أو حبتين، وهكذا. وآخر شيء بدك تاخدي كل أسبوع حبة. وفجأة وإذا تركتيها ما بيأثر، بيكون معدتك صغرت، قلصت، وخلص تعودتي على نظام معين. وإذا أنت ما رح تقدري تاكلي مثل أول، خلص معدتك صغرت، تعودت على كمية معينة. لو تجبري حالك كمان ما رح تقدري تاكلي، خلص تعودتي على نظام معين. الشيء الحلو بمنتجاتنا انه بتضيف نضاره للوجه، بيعطيكي نشاط، بيعطيكي طاقه، بيعطيكي مثلا ما بتعمل ترهلات للجسم. هذا التعرق يلي يطلع من الجسم لانها منتجاتنا عشبيه، بتعمل ترميم للجسم. واذا صار عندك ترهل، مثلا واحد يكون وزنه 100 كيلو صار 70 كيلو، اكيد رح يصير ترهل. في عنا جيل لشد الجسم، وفي عنا جيل كمان لشد الصدر. منتجاتنا حاليا كسرت الدنيا، مرخصة من وزارة الصحة التركية، مطلوبة كتير، متوفرة بتركيا وبرات تركيا، الشحن مجاني، وسعرها من بلد لبلد طبعا بيختلف. وبنصحكم انه تجربوها الا ما تستفيدوا. ما في احسن من منتجات مايليزا حاليا. طيب رح تقولوا شو هذا الظرف يلي جاي معاه؟ هذا كمان بدي احكي لكم عنه. هاي بتجي فقط مع ديتوكس، مع القهوه، مع الشاي. اذا صارت معكم امساك، لانه اصحاب الوزن الزائد دائما بيصير معهم امساك. فهاي كيف بدنا نتناولها؟ بدنا ناخذ هذا الظرف رح يكفيكم يعني 10 وجبات كمان واكثر كمان. يعني بدنا ناخذ ربع معلقه صغيره، نحطها بكاسه، ونضيف فوقها مي مغليه، نخليها شي 10 دقائق لحتى تتخمر. رح تشوفوا الرواسب كلها نزلت لقاع الكاسة. هيك هلا فيكي تشربيها، وطبعا مساء قبل النوم. هذا ظرف هيك وظيفتها. بعتقد ما نسيت شيء. إذا نسيت شيء فيكم تسألوني بصندوق الكومنتات، وإذا بدكم تطلبوها مني كمان فيكم تروحوا تطلبوها، تتواصلوا معي على صفحتي الفيسبوك، اسم بنفس اسم القناة. فهي كانت كل شيء، وصلت للنهاية. شكرا كتير لكم.